السلام عليكم. لو أول مرة تشوفوني معاكم عصماء محمد. اليوم هعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة ومن غير أي دهون كتيرة. هجيب اللحمة نزلتها من غير أي دهون لأنه فيها نسبة دهون كويسة. هقلبها كويس وهنزل عليها ببصلتين مفرومين، وكمان هقلبها كويس لحد ما أشوف البصل اختفى معاي. بعد كده هنزل بالتوابل: نص ملعقة من الكزبرة، ربع ملعقة من الفلفل، نص ملعقة من البهارات المشكلة، نص ملعقة من البابريكا. هقلب كل المكونات مع بعض وأضيف هنا الملح والماجي اختياري. هقلب كويس لحد ما تستوي معاي. هنا خلاص خلصت. هاجي أعمل الخلطة الرهيبة اللي هضيفها للجلاش: كوباية كبيرة من الحليب، بيضة، ملعقة من الزبادي، ربع كوب من السمنة، وملعقتين من النشا، وملعقة من الدقيق والملح والفلفل. هخلط كل المكونات مع بعض. دي الخلطة اللي هستبدلها بدل السمنة الكتيرة اللي بنضيفها للجلاش، فرهيبة شديد بتطلع. بعد كده هجيب الجلاش حقي، هقطعه على حسب حجم الصينية بتاعتي. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوا اللايك والشير. هنا جبت الصينية بتاعتي وقطعته على حسب مقاسها. طبعا الخطوة دي مهمة عشان يجيب كله مرتب وحجم واحد. هنا بظبط فيه وخلاص هقفله وهغطيه كويس عشان ما ينشف معاي. طبعا ورق الجلاش على حسب، إذا كان خفيف يعني بنحاول نستخدم من 3 إلى 4 ورقات جلاش، أما إذا كان شوية تخين فهنستخدم يعني حوالي ورقتين بكفوا. هشرب كويس الخلطة اللي عملتها للجلاش. هحاول بقدر الإمكان أعمل في واحدة والتانية لأ، بحاول ما أعمله كله عشان ما يعجن معاي، على حسب الجلاش بتاعنا. لو هو طري شديد وخفيف شديد فنحاول نخفف من شربه شديد عشان ما برضو كمان يعجن. دي حاجات مهمة عشان ما يفشل معانا ويبقى معجن وما فيه قرمشة وحلو. هجيب الحشوة بتاعتي هحشوه على الأطراف وهقفل عليه كويس. وبعد كده هحطه في الصينية بتاعتي. هخلص كل الكمية بالطريقة دي. هسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 220. هاخده في الرف الوسط. أول ما يبدأ يحمر معاي شوية من فوق هفتح الشواية 10 دقايق واقفل على طول. ما بياخد وقت كتير، حوالي نص ساعة تحت وفوق 10 دقايق. وطبعا تاني كل واحد وسخانة فرنه. تاني عملت معاكم واحدة عشان تعرفوا الطريقة، يعني تحاولوا على خفيف إنه تشرب الجلاش. هنا خلصت كل الكمية اللي عندي وحاجة أشربه بالخلطة الرهيبة. هسقيه كله وهخليه حوالي ربع ساعة يتشرب في الخلطة، وهزينه بحبة سوداء وسمسم، زينه على حسب اللي انتوا حابينه. ولازم بعد ما يشرب الخلطة يتقطع قبل ما يدخل الفرن، لأنه لما يطلع من الفرن بيكون مقرمش من برا فبيتكسر لو اتقطع بعد ما طلع من الفرن، فدي خطوة مهمة كمان. بعد كده ادينا رشة من الحبة السوداء والسمسم كمان اختياري يعني. هنسخن
حوالي نص ساعة. أول ما يبدأ يحمر معاي من فوق هفتح 10 دقايق الشواية وحيخلص معاي. صراحة بيطلع رهيب ومن غير أي كمية زيوت بتضايق. يعني الجلاش كلنا بنحبه لكن بنتضايق من كمية السمنة والدهون الفيه. فالخلطة دي رهيبة شديد وبتخليه مقرمش من برا وطري من جوا، فطعمه رهيب، لازم تجربوه. أشوفكم في وصفة جديدة وفي فيديو جديد، مع السلامة.